المتوسط، حيث الخسارة التي كانت قد تلقاها نادي السيب بهدف دون مقابل من نادي السويق. هنا ضربة جزاء يحتسبها حكم المباراة زكري الهنائي لصالح نادي النصر في كرة أتمنى أن نشاهد الإعادة عليها من مخرج المباراة. أعتقد الجدل سيكون كبيرا والحديث عنها سيكون طويلا. لاحظ معي الكرة الماضية من رمية تماس، الآن الانطلاقة ومحاولة لمسة اليد كانت يعني ربما موجودة. لاحظ معي في كرة أخرى لمسة يد نعم على حسني البوسعيدي في الكرة الماضية. عموما قد نترك الامر ايضا للاستراحه بين الشوطين من جانب الهدوء لنادي النصر، ام يكون الامر بتصدي لحارس المرمى سعيد الفارسي. عموما الان على الكره القادمه تواجد اللاعب على تنفيذ الكره القادمه سعيد الفارسي في حراسه المرمى. هنا جولي اللاعب الصربي على تنفيذ الكره القادمه. جولي ام سعيد الفارسي على تنفيذ الكره. جول! الهدف الأول يأتي للكتيبة الزرقاء من خلال هذا المساء. نعم بقدم جولي اللاعب الصربي ينجح في إيداع الكرة في الشباك، الكرة التي توقف مناظرا لها اللاعب سعيد الفارسي. نعم توجه إلى نفس الزاوية، ولكن سرعة الكرة وقوة توجيه الكرة في الكرة اللعبة الماضية كانت أكبر من توجه سعيد الفارسي لها، لذلك الكرة تعانق شباك. لم تكن قراءة جيدة أيضا من اللاعب المساند في الكرة الماضية. عموما تضيع كرة خطيرة على نادي النصر، ردة الفعل حاضرة الآن من جانب نادي السيب. هنا أمامية خطيرة لصالح السيب، أسامة حديد الورقة الناجحة تأتي بالنجاح إلى الأصفر. أسامة حديد لا أشك في أنها اللمسة الأولى لهذا الأسمراني، ينجح من خلال كرة خاطفة باستغلال الخطأ الذي كان من مدافعي نادي النصر، يعاقبهم عليها هذا الأسمراني بإحراز هدف التعادل في مرمى نادي النصر. لاحظ مع الانطلاقة العناد كان حاضرا، قراءة جيدة وخطأ فادح تماما من جانب المدافع الذي يهدي أسامة حديد الكرة الماضية، الذي لم يكذب خبرا تماما، أودع الكرة في الشباك على طريقة الكبار. نعم السيب ينجح في السيب كان بطلا لهذه المسابقة في عام 2007 ويتمنى أن يكرر الأمور من خلال عام 2013 2014. ضربة جزاء أخرى، ضربة جزاء هذه المرة تكون للسيب. نعم وطاقة صفراء تشهر في وجه هشام خالد. السيب يمنح الآن أفضلية في إحراز هدف هدف التقدم. عبد الله الشين اللاعب المخضرم سنوات طويلة يقضيها في ملاعبنا هذا الاسم، نعم يتواجد ويهدي السيب ضربة جزاء من خلال توغله في الكرة الماضية والاحتكاك. نعم هنا تبدو الابتسامة من هذا الأسمراني الذي ينجح في انتزاع ركلة جزاء لصالح نادي السيب. الآن على تنفيذ الكرة لاعب من نادي السيب في مواجهة أنور العلوي على هذا المرمى. تمكن النصر من التسجيل في مرمى الفارسي، هل ينجح من خلالها السيب في إحراز الهدف التقدم على المرمى العلوي؟ نشاهد سيباوية، نعم سيباوية، نعم تكون سيباوية، نعم تصبح النتيجة هدفين لهدف. نعم هكذا كانت الأمور، أبناء السيب ينجحون وللهدف الثاني يسجلون بقدم خالد الحمداني للهدف التقدم. يصنعون إذن تقدم سيباوي. كنت أتحدث هل يستطيع السيب أن يقلب الطاولة على النصر؟ هنا يأتي الرد دائما وأبدا من خالد الحمداني على هذا التوقع.